لاعبين محترفين صاروا ستريمرز، والحين عنا تنز واجهة فالورانت، واحد من افضل لاعبينها. بدأ تنز مسيرته عام 2016 في لعبة كاونتر سترايك، حتى تعاقد معه فريق كلاود 9، لكن مستواه ما كان افضل شيء في فترته في لعبة كاونتر سترايك. وفي 2019 حول تركيزه على البثوث حتى نزلت لعبة فالورانت، وعلى طول اكتشف انه هذا افضل قرار في حياته. ارقام مشاهداته تضاعفت واللعبة كانت كأنها مفصلة له. بعدها قرر يصير لاعب محترف، لا يرجع لفريقه السابق كلاود 9 ويوقع معاه، لكن بعد ما مر الفريق بمشاكل انسحب من الفريق ورجع كصانع محتوى. حتى اجته الفرصة الذهبية بعد ما مر احد لاعبين فريق سنتينلز بمشاكل شخصية يحتاج الفريق لبديل بسرعة، وتنز كان افضل بديل، والباقي للتاريخ. اكتساح لمنطقة NA وبطولتين ماسترز صنفته كأفضل لاعب في تاريخ NA وممكن في تاريخ اللعبة. وفي نهاية 2024 يعلن تنز عن اعتزاله وتركيزه على البثوث، واستمر واجهة للعبة لحد اليوم.